في التسعينات ظهر لأول مرة كتاب غير مفهوم العلاقات عند الناس، كتاب رجال من المريخ نساء من الزهرة لجون جراي. الكتاب اللي اترجم لأكثر من 40 لغة حول العالم واتباع من النسخة الأصلية منه اللي هي النسخة اللي باللغة الإنجليزية أكثر من 15 مليون نسخة. كتاب فرض نفسه على الساحة وتربع على عرش الكتب الأكثر مبيعا في العالم لمدة طويلة، لكن مع الوقت بدأ صيت الكتاب وصحبه يقلوا، بل ويتوجه لهم نقد وهجوم على أفكارهم. طبيعي يكون السؤال ده جه في ذهنك، يا ترى كان إيه النقد؟ وإزاي لسه الكتاب ده بيترشح لحد النهاردة؟ خلينا نبدأ بفكرة الكتاب الأساسية. الكتاب قائم على إن الرجال والنساء مختلفين نفسيا وطريقة تفكيرهم وسلوكهم مش متشابه، وإن أغلب مشاكل العلاقات بتيجي من سوء الفهم مش من سوء النية. جون جراي بيشبه الرجال إنهم جايين من المريخ، كائنات منطقية حلالين للمشاكل، بيميلوا للانعزال وقت الضغوط. أما النساء فمن الزهرة، معبرين، بيدوروا على الاحتواء، التواصل اللفظي مهم جدا ليهم. ولو انتقلنا للأفكار الرئيسية للكتاب هنلاقيها برضو بتتكلم عن الاختلافات بين الرجال والنساء، زي مثلا حاجات الحب الأولية، واللي الكتاب قسمها لمجموعتين، 6 و6 خاصين بكل جنس. فمثلا الراجل بيحب يحس إنه جدير بالثقة والتقدير، وقبل التقدير إنه يكون ليه القبول عند الطرف الثاني زي ما هو، ومش بس كده محتاج يتلقى إعجاب، الاستحسان والتشجيع. أما على الجانب الآخر فالست محتاجة ليه الرعاية والتفهم، الاحترام والإخلاص، التصديق والطمأنينة. ولو فتحنا الكتاب هنلاقي المزيد من الأمثلة العملية السريعة اللي بتوضح المزيد من الاختلافات بين الجنسين. زي اللغة، كلا الطرفين بيستعملوا نفس الكلمات، ولكن الطريقة اللي بتستعمل بيها بتدي معاني مختلفة. ولو كل طرف ما وصلش ليه المعنى اللي بيعبر عنه شريكه هيبدأ يأولها بطريقة خاطئة، ممكن تؤدي لخلافات. فعندك مثلا الراجل لما يقول إنه بخير وكل حاجة تمام، هو بيقصد إن مفيش شيء بيضايقه وإنه قادر على حل المشكلة ومعالجتها بنفسه. بس سكان الزهرة بيفهموها إزاي؟ بيفهموا إن في شيء مسبب له ضيق بس هو مش مدرك هو إيه، ومحتاج حد يسأله أسئلة تساعده على تحديد المشكلة وسببها ويساعده في حلها. وده في حد ذاته ممكن يسبب خناقة ما بين الاتنين، لأن في طرف منهم مش عايز التاني يتجل عليه بطرح أسئلة كتير في الوقت ده. عندك مثلا لما هي تقول إنك ما عدتش بتحبني، هو بيفهمها كأنها بتقول له بعد ما أعطيتك أفضل أيام عمري وأنت ما عطيتنيش أي شيء، أنت بارد وأناني وما بتفكرش غير في نفسك، مش بتهتم باللي حواليك. في حين إن اللي المفروض يوصل له هو إن هي عارفة إنك بتحبها، بس النهاردة هي حاسة إنكوا الاتنين بعاد عن بعض، فممكن تعبر لها عن حبك ولو بكلمة. وقيس على ده أمثلة كتيرة في الكتاب، ده غير إنه شرح الطريقة والترجمة اللي تخص كل طرف وإزاي تفهم اللي ورا الكلام أو اللي مقصود من الكلام. في الضغوط والإحساس بالضيق كل طرف ليه طريقته اللي بيتعامل بيها معاها، وخلينا نبدأ بالرجال اللي بيحبوا العزلة والسكوت. وجون جراي شبه اللحظة دي بإن الراجل أول ما بيتضايق بيخش الكهف لأنه عايز وقت يفكر، وخلال الفترة دي مش بيحب حد يلح عليه بالسؤال أو يطالبه بالتعبير عن اللي جواه. وعلى النقيض المرأة أول ما بتتضايق بتبقى عايزة تتكلم وعايزة حد يسمعها، وهنا الغلطة اللي بيوقع فيها أغلب الرجال، وهي إن الست لما بتيجي تحكي هو بيبقى عايز يقدم حل عشان يساعدها، أو زي ما هو فاكر إن هو كده بيساعدها، وفي الآخر تقول إنه مش بيسمعها. وده لأنها بتتكلم علشان تفضفض أكتر من إنها محتاجة حل. وعشان تتفادى المشكلة دي اسمع للآخر وبعد كده قدم الحل، بحيث تبقى سمعت وساعدت. نقاط الضعف العاطفية المختلفة وهي المخاوف، المريخي بيخاف من الفشل، إحساس إنه مش كفاية، وفقدان احترام شريكه. أما أهل الزهرة فنقاط ضعفهم الإهمال، عدم الأمان، إن مشاعرهم تتشاف مش مهمة. ولحد هنا أنا حاسس إنك متفق مع الكتاب، بل وبتسأل نفسك إيه النقد اللي تم توجيهه للكتاب ده. فخليني ما أحرقش عليك الكتاب أكتر من كده وننتقل لجزئية النقد. نبدأ بأول جزئية وهي الانتقادات العلمية. بعض النقاد قالوا إن جون جراي اعتمد على ملاحظاته الشخصية وتجارب استشارية مش على دراسات علمية قوية. الصورة النمطية، بعض الناس شافوا إن الكتاب بيحط صورة نمطية للراجل والست في شكل مبسط جدا،
والتبسيط ممكن يكون غير واقعي في بعض العلاقات الحديثة اللي بيكون فيها الأدوار العاطفية والاجتماعية للجنسين أكثر تعقيدا. دعوات المساواة القائمة على إن مفيش فرق بين الجنسين، بل إنها وصفت الكتاب بإنه بيتبنى أفكار قديمة ورجعية. ظهور منصات التواصل الاجتماعي زي يوتيوب وتيك توك اللي والناس بقت تقول ليه أقرأ كتاب طويل أكتر من 200 صفحة في حين إن أنا ممكن أسمع فيديو يكلمني عن المعلومة اللي أنا عايزها وبس. وبعد ما وضحت لك بعض من إيجابيات الكتاب وعرضت عليك بعض من السلبيات، خليني أقول لك الخلاصة، وهي إن الكتاب ما زال مرشح كنقطة بداية لأي حد عايز يبدأ في مجال العلاقات، ده لأن لغته سهلة وبيبسط العلاقة بين الرجل والمرأة.